ايش وقت المريض يحتاج إلى عملية جراحة القلب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور ديار دلشاد جميل، أخصائي في جراحة القلب، أداوم في مستشفى مهرباني من السبت إلى الخميس. بالنسبة لجراحة القلب، الأهم الجراحات القلب هو عملية زرع الشرايين التاجية. وعملية زرع الشرايين التاجية هاي من يكون يعني أكثر من شريان واحد مسدود أو مقطوع أو عنده تضيق أكثر من 70%، هاي يحتاج إلى عملية جراحية، لأن هاي العملية يعني ينقذ المريض من الجلطة القلبية بنسبة 95%. والنسبة لنجاح العملية بحد ذاته هو زرع الشرايين التاجية هو يوصل إلى أكثر من 95%. وبالنسبة لجراحة القلب التاجية، هسه اكو طريقة جديدة بدون فتح صدر، وهاي طريقة جديدة ما يسمى بالناظور، فتحة صغيرة 7 سنتيمات جانبي، هاي تقريبا يصلح ل90% من المرضى، بس 10% يبقى ما نقدر نسوي له هاي الفتحة الجانبية، لازم إلى فتح صدر. فأنصح المرضى اللي عندهم تضيق بالشرايين يسوون العملية الجراحية بأسرع وقت ممكن، لأن إذا يصير هاي الجلطة القلبية هاي يضعف القلب، والنسبة لنجاح العملية راح يقل من 95 إلى 70%، مرات 80%، ومرات يسبب بموت المريض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهرباني دڵسۆزی و لێزانی